السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجددا الزلزال يضرب تركيا وسوريا ويصل مداه إلى مصر ولبنان وفلسطين. عاجل تركيا تعلن إصابة 8 أشخاص إثر الزلزال الذي ضرب ولاية هاتاي مساء اليوم، وتحذير من الرئاسة التركية بعد الزلزال. حذرت الرئاسة التركية اليوم الاثنين المواطنين من الاقتراب من البحر خشية ارتفاع منسوب المياه. قالت الرئاسة التركية: نطالب المواطنين بالابتعاد عن البحر خشية ارتفاع منسوب مياه البحر، وذلك بعد حدوث زلزال جديد. قالت السلطات التركية في بيان لها: نظرا للخطر الشديد من ارتفاع مستوى سطح البحر إلى 50 سنتيمترا بعد الزلزال، يطلب من المواطنين عدم الاقتراب من شاطئ البحر. أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بوقوع زلزال عنيف بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا مساء اليوم. كما ذكرت وسائل إعلام دولية أن هذه الهزة الأرضية في أنطاكيا التركية شعر بها سكان مناطق سوريا والقاهرة الكبرى وفلسطين. سلم يا رب سلم. شكرا جزيلا. دمتم في أمان الله.